باريس سان جيرمان من الأندية اللي تخليك تحترمها غصبا عنك. فريق جدا قوي وفريق جماعي بشكل مرة حلو، ما في أنانية وما في عشوائية. كل تمريرة في باريس سان جيرمان تدرس، اللعيبة ينزلوا الملعب عارفين هم ايش يبغوا وايش اللي قاعدين يسووه. فريق كله يهاجم وكله يدافع بقلب رجل واحد. عجبني تصريحة باتشواي ودوي بعد المباراة. باتشواي قال المهاجمين يساعدوننا كثيرا دفاعيا، هذا ما يجعلنا مختلفين عن بقية الأندية. وديزني دوي قال يجب أن نضغط وندافع، هكذا سنفوز بالألقاب وليس باللعب الفردي، كأنه قاصد الناس اللي عندنا. وهذه اللقطة تثبت لك انه في باريس سان جيرمان ما في الأنا، في باريس سان جيرمان فقط. يعني لاعب زي عثمان ديمبلي في الدقيقة 65 مقدم كورة حلوة مسجل هدف ونجم الفريق وبلنديوري، ويتغير وهو ساكت. ما سوى زي بعض الناس خربوا موسم فريقهم بسبب تغيير المدرب شايف انه تغيير صح. عشان كذا حاليا هم الافضل في العالم ويستحقوا الشامبيونز ليج الثاني حتى لو على فريق ارسنال.